السلام عليكم ورحمة الله. طبعا كلنا بلا استثناء بنعشق كبدة العربيات. النهاردة ان شاء الله هنعملها في البيت بنفس الطريقة وبنفس التركات، لكن هتكون مضمونة. لما تكوني جايبة حتى ولو ربع كيلو كبدة هتعملي بيه سندوتشات لولادك وانت مطمنة وضامنة ان انت بتقدمي لهم حاجة زي المطاعم بالظبط او زي عربيات الكبدة. ولكن السر النهاردة معانا في معلقة جبارة جدا جدا، حاجة كده هتخلي لك الكبدة فعلا هي كبدة الفلاح او كبدة العربيات اللي احنا بنشوفها، الكبدة الاسكندراني على اصولها. عشان نعمل الجمال اللي احنا شايفينه وعشان نطلع كبدة بطعم ولون شهي وجميل. تعالوا نشوف مع بعض. الاول بجيب هنا حوالي 5 6 معالق كده من الزيت، وما تستغربيش هي بتاخد زيت كتير. ومعايا كمان مكعب من اللية. مش متوفر عندك اللي هي يبقى معلقه من السمنه، ولو عندك الدوش اللي هو بتاع الكبده اللي بيجي معاها حطيه زي ما انت شايفه كده. انا حطاه. كان معايا حوالي نص كيلو كبده او اقل. تمام. لو عندك ربع كيلو كبده اشتغلي بيه عادي جدا، دي كبده بلدي. لو عندك كبده مستورده وتكون مضمونه معاكي اشتغلي بيها مفيش مشكله. بستنى كده ان اللي هي بتاعتي بتفك في الزيت او الزيت بيسخن معاكي وتبداي تنزلي بالكبده. الكبده بتقطعيها عصافير كده صغيره او شرايح صغيره. تمام. بتقطعي القطعه طوليه، وكمان بتبداي تقطعيها شرايح صغيره. بالنسبه للكبده، هل الكبده بتتغسل ولا مش بتتغسل يا ام حمزه؟ الكبده هنا انا بغسلها، بس مش بغسلها طبعا بعد ما تتقطع نهائي، ولا قبل ما بشيل الكفر اللي هو الابيض الشفاف. انا ببدا اشطفها كده شطفه بسيطه جدا لا تذكر، وبعد كده ببدا اشيل الكفر البلاستيك وببدا اقطعها زي ما انت شايفه كده عصافير. تمام. الافضل برضو ان هي تكون مجمدة شوية علشان تقدري تتحكمي فيها وتقطعيها تديكي نتيجة حلوة جدا. هبدأ اقلبها، وهبدأ كده معايا بهارات كبدة او تتبيلة كبدة، حاجة اسمها منتج اسمه روزيتا. المنتجات بتاعت روزيتا جميلة جدا، وتتبيلة الكبدة فيها رائعة. مش متوفر عندك هاتي اي كيس مكتوب عليه بهارات كبدة اسكندراني او بهارات كبدة عادية وضيفيه. ضفت معايا معلقة من الفلفل الاسود. حلو الكلام. وكمان معلقه الا ربع كده من بهارات اللحمه او ال7 بهارات. معلقه من البابريكا بتديها طعم ونكهه حلوه جدا. تمام. يبقى نقول النهارده ان احنا هنعمل كبده اسكندراني على اصولها، حاجه كده طعم ولون وجمال مفيش بعد كده. تعالوا بقى للحاجه السحريه والجميله. كلنا عندنا كبه وكلنا عندنا خلاطات، بس النهارده انا بشتغل بالهون بتاع جدتي وجدتك وامي وامك، حاجه كده بسيطه وموجوده في كل بيت. ليه بقى؟ علشان التوم لما بيتعمل في الهون، حتى لما تيجي تعملي دقة او ملوخية او حاجة، طعم التوم في الهون بيدي طعم حلو جدا. ليه بقى؟ علشان انت لما بتدقيه بالهون بيطلع لك العصارة بتاعة التوم كلها. انا هنا حطيت توم وفلفل احمر، اللي هو اللي وريته لكم. تمام. توم وفلفل احمر، كميه توم حلوه. وضفت معاها كمان معلقه من الملح بكمون، معلقه ملح بكمون بكزبره. ببقى خلطاه كده كله مع بعضه. تمام. بيديني طعم جميل جدا جدا جدا. تمام. تيجي بقى لما تحطيها في النص كده هتطلع الريحه بتاعتها، وتيجي تقلبيها بقى في الكبده هتديكي طعم حلو جدا جدا. دقتها انا هنا كده بعد ما طبعا ظبطت الملح بتاعها. تتبيله الكبده بيكون فيها ملح، وانا قلت لكم ان انا حاطه ملح علشان يتدق معايا التوم كويس. فكده انا بدات دقت الكبده. الكبده ما بتاخدش وقت يا بنات على البوتاجاز علشان ما تشدش معاكي وتنشف. طبعا زي ما انتم شايفين كده هي كانت خلاص دخلت في السوا. هبدا بقى، كنت مقطعه هنا حوالي 5 6 فصوص كده، 5 6 حبات فلفل عفوا. قطعتهم برضو بنفس تقطيعه الكبده، وهبدأ كده قلبتهم مع الكبدة. هسيبها بقى تاخد وتدي بشكل ودي. حلو الكلام. طيب انت حابة تشوفي ان حابة تديها لون زيادة، يعني هي الكبدة كده فاتحة. تمام. انا حابة اشوفها مثلا غامقة شوية، ممكن تضيفي لها دبس الرمان. مش ممكن، انا بضيف لها دبس الرمان يعني في خلطات تانية او في وصفات تانية بتديني بقى لون اغمق سيكة من الكبدة بالشكل ده. حلو الكلام. اعمليها بقى بالطريقه القمر دي. عايزه اقولك ان انا كمان بحبها جوسي كده شويه، فضفت لها مكعب ليا كمان، فادتني بقى الطراوه والجمال ده. عملنا بقى طبق طحينه جنبها. الطحينه عباره عن مثلا كوبايه طحينه وربع كوبايه ميه ومعلقتين خل كده،
وبدات كده اقلبهم مع بعض. تمام، الميه تكون دافيه شويه معاكي، والخل هيبيضها معاكي ويديها قوام حلو. وابداي بقى احط لها ملح وحبه فلفل اسود، وابداي بقى كده هاتي السندوتشات بتاعتك. يعني عايزه اقول لك السندوتش بره لما بيتباع بره بيبقى السندوتشات صغيره قوي، اللي هو لا يمكن ان انت تاخدي واحد وتشبعي خالص يعني. فتبداي بقى انت وذوقك. انا من الناس ما بحبش اضيف طحينه يعني في الساندوتش من الارضيه، فعملت شويه كده وشويه كده. تمام. عايزه اقولك ان انا كمان ما وقفتش بقى حشيت وقدمت زي ما بعمل كل مره، لان بصراحه الكبده كانت عامله ريحه رهيبه، والولاد كانوا واقفين جنبي لا عايزين ناكل دلوقتي، فانا قدمتها زي ما انتم شايفين كده. الكبده ما شاء الله كانت جميله جدا، ريحتها بتبقى في منتهى الجمال، طعمها واو جدا. حابه تضيفي بقى قرن فلفل شطه كده علشان تديكي كبده اسكندراني كده ملعلعه وطعمها جميل. ضيفي فلفل حار عادي مفيش مشكله. معلش اعذروني انا قدمتها كده على السريع، لان بصراحه الريحه كانت تجوع جدا وما كانش فيه استعداد ان احنا نصبر او نستنى. إيه، يا رب الفيديو يكون عجبكم. الفيديو اللي جاي ان شاء الله اشوفكم بخير. يلا بقى قومي اعملي كده الكبده الاسكندراني على اصولها، كبده الفلاح واجمل كبده. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه، وما تنسوش اللايك.